من اكتر الحاجات اللي بتزعلني وتقهرني وتحسسني قد ايه ان احنا شعوب عبيد لما الاقي واحد رافع صورة بوتين رئيس روسيا وكاتب عليها ان ده الزعيم بتاعه. هو مش بوتين ده يا ابني اللي رمى على سوريا ملايين الاطنان من القنابل البيولوجية؟ هم اللي في سوريا دول يا ابني مش اخواتك؟ الله، لما اللي في سوريا دول مش اخواتك واللي في فلسطين وغزة مش اخواتك، امال انت ابن مين يا ولا؟ انت تبع مين؟ ايه الخسة والندالة والوطيانة دي؟ هم؟ عشان تغيظ امريكا؟ قال يعني بقى بوتين رئيسك، بوتين زعيمك، بوتين القائد بتاعك. كل ده عشان تغيظ امريكا. امريكا بقى هتعملها على نفسها اما تعرف ان انت شايف بوتين ده ان هو الزعيم بتاعك. دي فايدة من فوائد وجود اقطاب كتيرة في العالم. ده امريكا تحب كده جدا. ما هو وجود اقطاب كتيرة في العالم بتخلي اللي زي حالاتك غير حر، مقيد، دايما تابع لحد. ده مفيد جدا للعالم. ده امريكا تنبسط اما تعرف كده. هو امريكا هلا اما حست ان في خفوت في نجم الدب القطبي او الدب الروسي عملت ايه؟ راحت بزغت نجم الدب الصيني او الديناصور الصيني او التنين الصيني، الصين يعني، عشان انت ما تبقاش حر، دايما تبقى تابع لناس. امريكا مش عاجباك يا عم، الصين قدامك اهي. الصين مش عاجباك يا عم، روسيا هناك اهي. لكن ما تعبرش ابدا عن نفسك، ما تبقاش حر ابدا. اخطر حاجه على العالم اللي احنا فيه ان انت تبقى حر، ان في دول كده تبقى حره مع نفسها كده. دي مصيبه سوداء بالنسبه للعالم. بل ان وجود الصين بالنسبه لامريكا افيد مليون مره من وجود روسيا. عارف ليه؟ لان الصين منافس اقتصادي لامريكا. الله، يعني ايه يا كينج؟ يعني اي حد في الصين بيصنع حاجه بيبيعها بره الصين بالدولار، مكسب لامريكا. هو انت فكرك ليه عمرنا ما سمعنا عن اي شركة امريكية موجودة في موزمبيق او زيمبابوي او البلاد اللي فيها مناجم الذهب ومناجم مش عارف الالماس ومناجم مش عارف ايه؟ ليه دايما نسمع عن شركة فرنسية، شركة ايطالية، شركة مش عارف ايه، انما يستحيل تلاقي شركة امريكية، نادرا جدا. عارف ليه؟ ما هو الحاجات اللي بتطلع دي بيتم تداولها بايه؟ بالدولار. يعني كده كده امريكا كسبانه، توجع دماغها ليه؟ توجع دماغها ليه وتودي شركه في موزمبيق ولا زيمبابوي الناس يطلعوا عليها يغزوهم؟ لا 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 لا. تروق دماغها خالص والناس تشتغل وتعمل اللي هي عايزاه وفي الاخر بيتحاسبوا بايه؟ بالدولار. كده كده امريكا كسبانه من اي صفقه بتحصل في العالم، سواء في العالم السطحي او في العالم السفلي. كده كده امريكا كسبانه، توجع دماغها ليه؟ فبلاش خسه ونداله وطيانه وترفع صور بوتين. عيب، عيب.